انا كنت فاكره ان انا خفيفه، طلع في اخاف. الفترة الأخيرة من بعد الفنانة شيماء سيف ما أعلنت إنها عملت عملية التكميم جالنا أسئلة كتير جدا، فاستغلينا الفرصة إن هي عندنا في المتابعة النهاردة واستأذناها إنها تجاوب معانا الأسئلة دي بنفسها. ازيك يا دكتور انا جيت. نورتي، أهلا بيكي. ربنا يخليك يا دكتور احمد. الحمد لله زي الفل. الناس كتير بتسأل احنا نزلنا وزن قد ايه وفي مدة قد ايه؟ اخر شهر 9 ده هيبقى بقالي سنة بالظبط ونزلت فيهم 55 كيلو. هسألك سؤال تاني، انا عايزك تحكي بمنتهى الامانة تجربتك معانا. بص يا دكتور، وحياة ربنا والله وحياة امي، والناس عارفه ان انا ما بحلفش بامي كذب يعني، بس بجد حقيقي كانت من احلى التجارب. يعني حضرتك حد مريح قوي قوي قوي. فاكره مره بعتيلي واتساب مره، ايوه، موقف شخصي كده، كنت انتي في عمره. اللي حصل ان انا كنت دايما لما بروح العمره وربنا يكتبها لي يعني يا رب، دايما كنت بعمل الطواف وباجي في السعي ما بقدرش، فكانوا الناس هناك اللي هم اللي بيزقوا الناس على الكرسي دول اصحابي. اول عمره عملتها بعد العمليه انا رايحه على ان ده هيحصل، لان كنت لسه ما نزلتش قوي في الوزن. بعدين لقيت نفسي ايه ده، انا قادره، انا في نفس، انا مكمله، انا مش حرانه، انا مش عامله، فما كنتش مصدقه. فاليوم ده انا دعيت لدكتور احمد قوي قوي في العمره، واول ما طلعت بعت له مسج اشكره فيها وما كنتش مصدقه يعني.